صباحكم فل. يا ترى احنا عارفين ليه احنا دايما تعبانين او سبب ما تعبنا ايه في الحياة؟ طبعا في اكتر من حاجة، بس انا هتكلم النهاردة على حاجة واحدة بس منهم، اللي هي احنا ليه تعبانين في حياتنا طول الوقت. تعبانين في حياتنا طول الوقت لاننا بنبص لغيرنا، بنبص دي عندها ايه وده عنده ايه وده جاب ايه وده اشترى ايه وده سافر فين وده جاب عيال كام وده اشتغل ايه وبياخد مرتب كام. ايه يا جماعة، هو انتوا عايزين تشتغلوا ربنا؟ قاعدين بتقسموا الارزاق ليه؟ يعني ما ننشغل بغير نفسه هيتعب طبيعي، لان انت مشغل دماغك طول الوقت على ناس تانيين. ربنا موزع الارزاق ال 24 قيراط زي بعض، ربنا عدل. لو انت مش مقتنع ان ربنا عدل فانت يا حبيبي اللي غلطان وهتنك تعبان في الدنيا. ربنا عدل، هياخد منك حتة هيديك حتة تانية. بقى ده عنده وده ما عندوش، دي مش مشكلتك. مش انت اللي هتحاسب ربنا على توزيع الارزاق، مش انت اللي هتقعد. وغير كده بقى، يعني انا النهارده ايه، شاغل نفسي بالاخرين وعماله ابص لده وابص لده وليه واشمعنى انا ما عنديش، واقعد بقى احسد وانق طيب هل انت لما تعمل ده هيجيلك؟ يعني انت بتتمنى زوال النعمة عند الاخرين، هل هي لما تزول من عندهم هتجيلك انت؟ لا، لانها مش رزقك ومش مكتوب لك. يبقى اذا انت بتضيع وقتك وبتاخد ذنوب ملهاش اخر. يعني اذا مثلا ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الحسد ممكن يموت. تخيلوا قد ايه قوة الطاقة السلبية اللي الانسان بيبعتها على واحد تقوم تموته. يعني انا مش قادرة اتصور ان في بني ادمين بالشكل ده يا جماعة. ما تحط نفس عينك في نفسك يا اخي، ما تشتغل على نفسك انك تبقى احسن لوحدك. انا بتبسط قوي هنا من الغرب، طبعا مش كلهم يعني عشان ما نعممش، لكن الغرب غالبا ما بيشغلش نفسه بالاخرين. يعني ايه يعني؟ ودي نقطة نقص عندهم، يعني مش هنقول انها نقطة قوة، هي التعادل بين ده وبين ده هو القوة. انما الاتجاه لليمين قوي او الشمال قوي هو دايما مش قوة، هو ضعف. لان الانسان لازم يبقى في النص دايما متوازن، حتى نفسيا حتى جسديا حتى روحانيا لازم يبقى متوازن. المهم اعرفوا ان انتوا اللي بتعملوه ده غلط، مش غلط على الناس، غلط عليكم انتوا، غلط عليكم لان انتوا اللي هتتعبوا، انتوا اللي هتتعبوا قوي من كتر البص على ده وده. انتوا اللي عمركم ما هتوصلوا للي هم فيه لان ربنا مش كاتب لكم ده مثلا، لو مش مكتوب يعني. وبعدين انتوا تعبانين، حتى انكم تعبانين من غير سبب. فعايزين تخفوا ازاي؟ عشان تخفوا فكروا في نفسكم، فكروا في بيتكم، فكروا في اسرتكم، فكروا في شغلكم، فكروا في عيالكم، فكروا في اجازاتكم، وما تشغلوش نفسكم بالاخرين. صباحكم فل. رشا امين من المانيا.